في كرة القدم ليست كل الشهادات متشابهة، وبعض التصريحات تكون قوية لأنها تجمع بين الإشادة الصريحة والنقد الصادق في آن واحد. اليوم نتوقف عند تصريح مهم أدلى به أحد أساطير كرة القدم العالمية، النجم الفرنسي السابق تيري هنري. تصريح يعكس نظرة احترافية لا تعرف المجاملة ولا التهويل. قال تيري هنري: المغرب قدم تنظيما عالميا بكل المقاييس، ملاعب في أعلى مستوى، فنادق راقية، وبنية تحتية متطورة بشكل عام. ما شاهدناه يرقى للمعايير الدولية، لكن ما حدث في المباراة النهائية لا يشرف كرة القدم الإفريقية ولا يعكس الصورة التي يستحقها هذا التنظيم المتميز. كلمات واضحة وصريحة وتحمل أكثر من رسالة. الإشارة بالتنظيم: حينما يتحدث هنري عن تنظيم عالمي فهو يضع المغرب في المصاف الدول القادرة على احتضان أكبر التظاهرات الكروية الدولية. ملاعب حديثة، فنادق بمستوى عال، شبكة نقل وبنية تحتية متكاملة، وتنظيم دقيق في أدق التفاصيل. كل ذلك يؤكد أن المغرب لم يقدم مجرد بطولة، بل قدم تجربة احترافية متكاملة. النقد الصريح: لكن تيري هنري وبنفس الوضوح لم يتردد في توجيه النقد لما حدث في المباراة النهائية. نقد لا يستهدف التقليل من قيمة التنظيم ولا يلغي حجم النجاح، بل يسلط الضوء على النقطة يرى أنها لا تليق بصورة كرة القدم الإفريقية ولا تعكس المستوى الذي وصل إليه هذا الحدث. وهنا تكمن أهمية التصريح: الإشادة حين تستحق، والنقد حين يكون ضروريا. الرسالة الحقيقية: تصريح تيري هنري يوجه رسالة واضحة أن التنظيم المميز يستحق مستوى فنيا وسلوكيا يعكس نفس الاحتراف داخل الملعب. كرة القدم الإفريقية تملك كل المقومات، لكنها تحتاج دائما إلى حماية صورتها وتطوير تفاصيلها حتى تصل إلى المكانة التي تستحقها عالميا. بين الإشادة والنقد يؤكد تيري هنري حقيقة واحدة: المغرب نجح في التنظيم ووصل إلى معايير دولية مشهودة، ويبقى التحدي دائما هو الارتقاء بكل الجوانب حتى تظل الصورة مشرفة ومكتملة من البداية إلى النهاية. ما رأيكم في تصريح تيري هنري؟ وهل تتفقون مع إشادته ونقده؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك في القناة. إلى اللقاء. Free audio post production by alphonic.com